سلام صحباتي، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وفي صحة جيدة. مرحبا بكم. اليوم جيتكم فيديو جديدة، إن شاء الله تلقاكم بخير وعلى خير، وإن شاء الله تكونوا تفوتوا في أمسية سعيدة مع أصحابكم وأهلكم وأحبابكم. لقيتكم بهذه الحاجة الحلوة اللي إن شاء الله يا ربي يحلي أيامي وأيامكم. قولوا آمين يا رب العالمين. الفيديو اليوم بزاف شابة متنوعة، روتين تاع نهاري كيما عودتكم، وممتو نحكوا على سوجيات يهموكم ونطرقوا لمواضيع حساسة اللي نعانوا منها. أغلبنا نعانوا ونطرقوا فيهم أشك فوا نهضروا عليهم، ونشارك معكم تجربتي وخبرتي المتواضعة، وإن شاء الله نصيبوا لها حل بعد توفيق من ربي ونيتكم الصافية معايا. هذاك هو الصح. يقول لك إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وقبل ما ندخلوا في الموضوع ما تنسوش ديروا لي تعليق شباب كما قلوبكم، يخليني نتحفز أكثر، واللي تخلي لي دعوة ونقولها ولكن بالمثل. وموضوعنا اليوم اللي هو صعوبة التعبير عن الأفكار وسوء مهارة التواصل. وش معناتها؟ بزاف منا كشغل تجيها الحشمة ولا ارتباك كي يكونوا نحكوا قدام جماعة، ولا كلمتنا تجي ماشي مرتبة، وهذا الشيء يكشل يضر حياتنا في الخدمة مع الأصدقاء، ولا حتى مثلا عروسة جديدة مع أهل بيتها ولا ناسها ما كشل ناس ما تعرفهمش تكون تحشم تتلبك. فهمتوني؟ حتى في العلاقات، علاقات حب، علاقات خطوبة، زواج، تجي تتعرف على خطيبها ولا تتلف لها الهضرة ما تعرفش واش تهدر، تتكومبلكسا ولا. فهمتوا؟ كشغل ما فتحتش هذا الموضوع باش نهبط لكم المورال، بالعكس حبيت نسلط الضوء عليه، خاطر كاين ناس تعاني في صمت وما كاش ناس بزاف يهضروا على هذا السوجي. صدقيني إذا بقيتي معايا حتى للأخير راح تبدلي حياتك بحل المشكل هذا إذا طبقتيه طبعا. وأول حاجة اللي هي وش السبب اللي يخليني عندي صعوبة في التواصل. فهمتوا؟ الحاجة الأولى اللي هي الخوف عدو الإنسان، ما تأمنوش قداش الخوف يأثر على حياتنا. الخوف من رأي الناس فينا، ولا كيفاش يشوفونا، ولا كيفاش يحكموا علينا. وأغلبنا يخافوا كلام الناس، بوكو بلوس يخافوا كلام الناس، ونحسوا بالحرج إذا قالوا لنا ما فهمناش هدرتكم ولا لمحوا لنا بيها. فهمتوا؟ خاصك تعرفي باللي الخوف من رأي الناس يمنعنا أنه نهدروا بحرية، ويخلي كلماتنا تتبلل قبل ما تخرج. فهمتوا؟ مثلا كي تكوني في وسط جماعة، شغل جماعة تاع ناس ولا نساء، ولا أول كلمة تخرج من فمك تقولي ما عرفتش واش نقول مثلا. ديجا هذه الكلمة حكمتي على روحك قبل ما تخرج الهضرة، ديجا حكمتي على روحك. فهمتي؟ الحاجة الزوجة اللي هي ضعف الثقة بالنفس. كي ما تصدقيش روحك هدرتك تولي ضعيفة، خاطر الهدرة تحتاج شجاعة من الداخل قبل ما تخرج، وكل كلمة تخرج من فمك عندها طاقة، سواء طاقة قوية ولا طاقة ضعيفة، ومن خلال هذه الطاقة اللي يستقبلها ولا المتلقي راح يحكم عليك أنه يبقى يسمعك ويبقى يسمع لك وكلامك يأثر فيه ولا يتجاهلك. ومن ردة الفعل تاعو راح تتكركبي انتيا ويزيد يطيح لك المورال وتخليها في قلبك وتسكتي. ما لا نصيحة أنك كل ما تنوضي الصباح تقولي لنفسك كلامي مهم وأنا نستحق أنه نتسمع. هذه قوليها يوميا، شغل توكيدات إيجابية تبرمجي نفسك عليهم بشكل يومي. هذه كبداية باش تزيد ثقتك في نفسك وتطبقيها. والله سحر، والله سحر، راني نحكيها من قلبي وعلى بالي شو راني نهدر. والسبب الثالث اللي خلينا في هذا المشكل اللي هي قلة الممارسة. ما تقدرش تتخيلوا أن الممارسة اليومية تخلي عندكم طلاقة في الكلام، ويخلي لسانكم سلس وخفيف. مثلا تهدري قدام المراية
توقفي قدام المراية وتدربي روحك عليها، تهدري بكل طلاقة وبكل ثقة، ولا تسجلي صوتك كل مرة، شغل تدربي أشاك فوا تسجلي صوتك تولي لك أسهل، وشغل عقلك أوتوماتيكمون يتعلم كيفاش ينظم الأفكار، فهمتوا؟ السبب الرابع والأخير وهو عدم وضوح الأفكار. الناس مرات تعرف وش تحب تقول بصح الأفكار متداخلة. الحل أنك ترتبي أفكارك على ورقة وديري نقطة لكل فكرة، ديري لها نقطة ومن بعد حاولي تهدري عليها بجملة كشغل جملة جملة، هكذاك يولي كلامك واضح ومفهوم. فهمتي؟ صح. أنا روحي ودوركي كيفاش تحسني مهارات التواصل تاعك. الحل دركا نروحو نشوفو، شوفنا الأسباب ودوكا نروحو نشوفو الحل. الحاجة الأولى أنك تتنفسي مليح قبل ما تهدري وركزي على الفكرة الأساسية اللي لازم تكوني مسلطة الضوء عليها ولا مركزة عليها، ولازم تكوني كالم قاعدة بيان، مطلعة راسك، جسمك مشدود، كتافك بيان، قاعدة مريحة بكل ثقة. هذو سلوكيات والهدوء يقلل التوتر ويخلي كلماتك تخرج بكل ثقة، كل ذا راحة وثقة وسلاسة، ويجي المتلقي يستقبل هذه الراحة تاعك. جربيها وردي لي الخبر. الحاجة الزوجة أنك ديري كراس خاص بيك تكتبي فيه أفكارك كل يوم، ماشي لازم تكون جملة صحيحة، ولا المهم تتعلمي تعبري على نفسك بالكتابة، تعبري على نفسك بالكتابة وبعدها الكلام الشفوي واللي أسهل بزاف. الحاجة الثالثة ولا تخوازيام أنك تهدري قدام المراية ولا تعبري على مشاعرك قدام صاحبتك لانتيم ولا صاحبتك وحدة ترتاحي لها ولا اللي تفهمك، ماشي أي صاحبة راكم فاهمين يا أخي. مثلا عبري على يومك كيفاش كان، ليسونسيال تكون عندك سلاسة في التعبير، يكون عندك كيفاش نقولوا ديجا هاني دركي ما عرفتش نعبر فهمتوا؟ عبري على مشاعرك، عبري بالتدريج، كل مرة الكلمات تولي تلقائية والتعبير على الأفكار يولي لك أسهل. فهمتوني؟ الحاجة الرابعة تعلمي تقنيات الاستماع والرد، خاطر مهارة التواصل ماشي غير هدرة، مام السمع راه مهم. ربي سبحانه خلق لنا جوج وذنين وعطانا لسان واحد، معناتها نستمعوا أكثر من أنه نهدروا. تعرفي كيفاش تستمعي ديجا هذه راهي تقنية وحدها. كي تسمعي مليح تقدري تفهمي الناس وتردي بطريقة أنك طريقة ذكية منظمة، هذا يزيد لك ثقتك في نفسك ويخلي كلامك مؤثر أكثر. فهمتي؟ الحاجة الخامسة لغة الجسد، خاصك تستخدمي لغة الجسد. على بالكم لغة التواصل 50% كلمات هدرة و50% لغة جسد، ابتسامة، نظرات مباشرة، حركة يد تعطي معنى للكلام، تزيد تأثير، تزيد لها قوة، نبرة الصوت إلى آخره. فهمتوا؟ نروحو دركي للحل السحري اللي من بداية الفيديو أنا نقولكم تبعوا الفيديو للآخر باش نشوفوا الحل السحري باش نتخلصوا من صعوبة التعبير على الأفكار. كاين 3 خطوات. الأولى النية، حدي واش تحبي توصلي، وشنو أهم نقطة حابة توصليها للناس ولا تفهميها للناس، هذه النية. الثانية هي التركيز، ركزي على كلمة ولا جملة واحدة، ما تحاوليش تهدري على كلش وكل حاجة مرة واحدة. الثالثة التطبيق، اهدري بصوتك، خلي الكلمات تجي طبيعية حتى وكي تتلعثمي شوية كل مرة تولي شغل كل مرة هكاك هادي جانا هاني تلعثمت كل مرة تولي لك أسهل.
فهمتوا؟ normal ما فيها والو، تتلعثمي مرة 2 ما شغل كوني على طبيعتك، ما تتلعثمي كملي هدرتو كلنا نتلعثمو ما فيها والو. أهيه، وتقدري ديري جلسة صغيرة كل يوم كشغل هذه بعد ما تطبقي كاع الكلام اللي كنت نقول لك فيه قبيل، تقدري تستي روحك تولي ديري جلسة صغيرة كل يوم تهدري فيها بصوتك على أي موضوع، أي موضوع تختاريه باش تيستي روحك. بعد ما تكوني دربتِ على الخطوات اللي قُلت لِك اللي كنا نهضروا فيهم قبيل، مرة على مرة اختبري روحك، اختبري روحك اسكو راكِ تتحسني، اسكو راكِ تتطوري، اسكو راكِ التدريبات هاذو اسكو راهم يجيبوا معاك نتيجة والّا لا. وقبل كلش خاصك هاذو التدريبات ديريهم بينك وبين روحك في راسك في المخيلات تاعك، هذاك هو الصح أنك تتخيلي أنك قاعدة مع الناس اللي المجموعة ولا النساء ولا شخص معين اللي كي تكوني تهدري معاه تتلبكي، هذاك الشخص بالذات كي تكوني قاعدة مع روحك تخيليه بلي راكي قاعدة معاه ولا قاعدة مع نفس المجموعة هاذوك، وتخيلي روحك بلي راكي تهدري بطلاقة وتستخدمي لغة الجسد اللي قلت لك عليها وتتنفسي بيان وتتبسمي وديري قايتي الخطوات في المخيلة تاعك. باسكو علاه؟ خاطر العقل اللاواعي ما يفرقش بين الحقيقة والخيال. وثاني خاصك تسجلي صوتك باش تسمعي التحسن تاعك التدريجي كما قلت لكم قبيل، وباش تزيد لك ثقة في النفس. وهذه هي حبيت نقول لك باش تزيد لك ثقة في النفس أكثر. وما تنسيش تتبسمي كي تكوني تهدري وما تخافيش من الغلطة نورمال. وهذا واش كنت حابة نقول لكم نهار اليوم. واش راكي تستناي؟ ابدأي من اليوم، جربي هذه الطرق وراقبي الفرق. وإذا عجبكم الفيديو ديري لي لايك واشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد فيديوهاتي. ويا سلام لو كان تشاركيني ولا تشاركيني بتعليق وتحكي لي واش كانت أصعب حاجة في التعبير على نفسك. حابة نسمع لكم كامل ماذا بيا كاع تعبروا لي على تعبروا لي على الصعوبات اللي راكم تلقاو فيهم. وهذه هي، تهلاو لي في رواحتكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ومع السلامة.